أهلا ومرحبا بكم في قناتي زينب الدريمي وصفات يوميات. رجعت لكم فيديو جديد، أتمنى يعجبكم وخليكم تشاركوا بالقناة وتفعيل الجرس. ونبدأ على بركة الله. المكونات ديالنا باش نصايبوا الحليب المركز البيتي، هو سهل التحضير وممكن لكم تحتفظوا به في الثلاجة الى غاية استخدامه، وممكن لكم تخدموا به في مجموعة من الاشياء، الحلويات، الكيك، يعني التزيين، يعني راه واعر وزوين واقتصادي في نفس الوقت. المكونات ديالنا باش غنعبروا هو باش نعبروا بهم كاملين، يعني كاس ديال الماء بارد، كأس ديال الحليب مجفف، كأس ديال السكر. كنخلطوا المكونات ديالنا على يعني في الاناء ديالنا، يعني الكاسرونه، باردين حتى كنذوبوا داكشي وكندمج المكونات مع بعضياتهم، ما كيبقى لا حتى كتولات لا والو. ديك الساعه كنهزو وكنحطوه فوق البوطه حتى يغلى لينا، يعني وكيبدا يتقال. ديك الساعات كنحيدوه من فوق البوطه وكنخليوه يبرد حتى كندخلوه الثلاجه كما قلت لكم، تستخدموه في اي حاجه وقت ما بغيتو.